يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. انا عايزك تتخيل معايا ان الهدف اللي سجله مصطفى محمد ده الفار لغاه وما حسبوش. حلو، الناس قالت لك ان الكره استلمها بايده، احنا ناس بنتفرج على المباراه قلنا الكره فيها شك انها ممكن تتلغي، وكلنا كنا قعدنا على اعصابنا. الحكم رجع للفار لغى الهدف. عندك الراس الاخضر اللي دعيتك الجول الثاني اللي جايته لك في اخر لحظه من زمن المباراه ده، والماتش خلص 2-1 وخسرت. غانا اتعادلت وموزمبيق اتعادل. تمام؟ هتحط نفسك في حسابات ملهاش لازمه ليه؟ حطيت نفسك في دايره انت مش قدها ليه؟ مش قيمتك ولا مكانتك اصلا. فيتوريا مع كامل احترامي للكابتن احمد حجازي له كل التقدير والتحيه والاحترام، قائد كتيبه منتخب مصر، مش هنسى مساهمته التاريخيه في الفوز النهارده او في الصعود والتاهل النهارده، ولكن ياسر ابراهيم ده يقعد على الدكه ليه؟ ياسر ابراهيم ده مدافع بخبرات عالميه، حضرتك بتدور على الخبره. ياسر ابراهيم ده لعب ثلاث مواسم كاس عالم للانديه، عنده اهداف من احد هدافي النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. ما قعدوا ليه؟ ده ما يقعدش. انت عندك شوارع في المناطق الدفاعيه، عندك عدم خبرات في المناطق الدفاعيه، الدفاع بتاعك مفتوح، انت مش عارف تحافظ على الهدف اللي بتسجله، انت بتروح تجيب الجول بترد عليك بجول تاني في ثانيه. الناس اللي قاعده في الكافيهات ما بتستحملش، يعني انت نفسك على ما تقول ها وتفرح كده بالجول، انت بتلاقي نفسك دخل في الجول الثاني او اتعادلت او خسرت. انت داخل على ادوار اقصائيه في غايه الاهميه. احنا مش عايزين فزلكه ولا عايزين، احنا عايزين بقى تركيز كده. هتخسر هتخرج، هتحط نفسك في قاعده انك انت تتعادل تلعب ضربات جزاء، خلاص. انت بتعرف تهاجم بس ما بتعرفش تدافع، يبقى انت كده خسرت. انت عارف لو انت بتعرف تدافع بس ما بتعرفش تهاجم، ممكن تلعب على المرتده كره واحده خلصت لك الماتش. بالطريقه دي هيكتور كوبر رحنا معاه كاس عالم بعد غياب 28 سنه، ورحنا برده معاه طبعا زي ما انتم عارفين نهائي بطوله افريقيا في 17 لما خسرنا 2-1. يعني سيبك بقى شويه. ولو انت بتدور على الخبرات، انت عندك لعيب عنده خبرات عالميه، عنده مشاركات في بطوله كاس العالم للانديه، ممكن يعمل معاك حاجه في المنطقه الدفاعيه. محمد النني هي مش مجاملات، انت مش بتلعب مجاملات، انت مش عشان خاطر ده لعيب محترف في الدوري الانجليزي لازم يتحط في التشكيله. يعني مش هنقعد بقى نقول كان فيها ايه. لو بدات بالماتش بتاع النهارده بالماتشين اللي فاتوا ما كنتش حطيت نفسك بالاشكال ده، ولكن احنا مش هنقول كده، هنقول الحمد لله منتخب مصر الوضع الطبيعي بتاعه وصل له، لان في منتخبات كسبت اصلا في المجموعه وما صعدتش. انت ما كسبتش ولا ماتش وصعدت، حطيت نفسك في حسبه مش حسبتك، لا قيمتك ولا بتاعتك. الحصان الاسود اللي هو الراس الاخضر ده نص اللعيبه بتاعته دكه احتياطيين. وهقول لكم يا جماعه على معلومه، وانا وانت اهو الراس الاخضر دي هتخرج من الدور 16 باذن الله. مع ان شوف عملت اداء عالمي ازاي، انا بقول لكم اهو باذن الله الفرقه دي المنتخب ده هيخرج من الدور 16 مع اول فرقه هيواجهها، هيخرج منها. اخره لو لعب ربع نهائي يبقى كده كويس قوي كده، مش هيعدي اصلا دور الثمانيه. يعني لو عدى من الدور 16 بمعجزه هيدخل دور الثمانيه، مش هيعدي من دور الثمانيه. وباذن الله لو فيتوريا ركز وحاول يشغل دماغه صح ووظف اللعيبه صح. انا مش عارف المدربين المصريين اللي مع ان الراجل موجود معانا من 2022، يعني عارف اللعيبه واحد مش هقول لسه جديد. ايمن عبد العزيز دوت دماغه فين بالظبط، لا ده راجل معانا من سنه 2022، فاكيد عارف ان لعيب زي ياسر ابراهيم اللي راميه على الدكه ده مشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه وعنده اهداف في كاس العالم للانديه، ولعب قدام انديه تقيله عالميا مصنفه من افضل 5 انديه على مستوى العالم الرياضي لكره القدم. ركز، كره القدم سهله، كره القدم ما فيهاش فزلكه. حضرتك مش جوارديولا معاك امكانيات، لا. العب باللي قدامك والعب بالمنطق، وانت ان شاء الله باذن الله تاخد البطوله وترجع تفرح الملايين باذن الله تعالى بفوزك ببطوله افريقيا. نركز يا جماعه، والحمد لله ان احنا صعدنا، ولكن اللي جاي ادوار اقصائيه. مش هتستحمل بقى حسبه ان انا اتعادل فهطلع بنقطه، لا انت رايح جاي، انت ما تحطش نفسك في مأزق ضربات الجزاء. محمد الشناوي غير موفق يا جماعه مع اول ماتشين. لا الماتش الاول قلنا ماشي شال كتير وهدفين موزمبيق غير مسؤول عنهم. لاعب الماتش الثاني بتاع غانا قال لك برضو الهدف الثاني اللي سجله المنتخب الغاني ممكن يكون محمد الشناوي غلط وعنده بعض الاخطاء في الهدف الاولاني برضو، فخلاص غير موفق طلعه، يطلع يلعب محمد ابو جبل. ما هو انت لازم تشغل دماغك، لازم عقلك دي يبقى شغال على طول. ما انت واخد 4 حراس ليه؟ عشان تشوف نفسك بتخسر. شوف الحارس الاول اللي عندك تعبان، امال الشناوي بيعمل ايه؟ ابو جبل بيعمل ايه؟ نزل ابو جبل المباراه في اخر ثانيه في عمر زمن المباراه. انا يا جماعه
نتمنى يعني نتمنى كده ان اخطائنا نعالج اخطائنا دي عشان خاطر نقدر ان احنا نعمل حاجه في بطوله افريقيا. احنا مش رايحين عشان يبقى اسمنا لنا الشرف ان احنا شاركنا عشان خاطر نروح ناخد الحصان الاسود بالبطوله، احنا رايحين عشان ناخد البطوله. هو ده منتخب مصر. منتخب مصر رايح يشارك في بطوله افريقيا لكي يرفع كاس افريقيا. ده اللي احنا اتعودنا عليه. اكتر نادي فاز بالبطوله هو منتخب مصر.